السلام عليكم. انا بقالي كام يوم مش بنام خالص، دماغي مش قادره تهدى، وكل ما اقفل عيني الاقي مليون سؤال بيهاجمني. انا وجوزي بقالنا 13 سنه متجوزين. قررنا ان الطلاق هو الحل الوحيد بعد كل المشاكل اللي كانت بينا دي، لان المشاكل حرفيا بقت جزء من حياتنا اليوميه. مش اختلافات بسيطه، لا ده بقى صراع كل يوم، خناق، وكل يوم محاوله صلح بتنتهي بأسوأ من اللي قبلها. انا مدرسه، بشتغل في مدرسه خاصه. مرتبي يعني مش كبير قوي، بس الحمد لله عندي شقة باسمي ورثتها من ابويا الله يرحمه. وده اللي مخليني حاسة اني مش مكسورة قوي، يعني على الاقل عندي سقف وحيطان اقدر اتحمى فيهم انا وولادي. بس بصراحة اللي مخليني مش عارفة انام خالص مش الطلاق نفسه، لا، الولاد. عندي اتنين، الكبير عنده 12 سنة والصغير 9 سنين، وقلبي بيتقطع كل ما ابص في وشهم وافتكر ان الايام الجاية ممكن تبعدنا عن بعض. كل واحدة من صحابي بقى اللي عاشت نفس التجربة بتقول لي نفس الجملة: سيب الولاد لأبوهم، دول صبيان ومصاريفهم كتير ومحدش هيقدر يستحملهم غير أبوه، ومش هتعرفي تسيطري عليهم لما يكبروا، خصوصا بقى ان هم محتاجين راجل في حياتهم. بس المشكلة ان جوزي نفسه مش عايز ياخدهم. قال لي بمنتهى البرود كده: انا ناوي اتجوز ومش هقدر ان انا اعيش معاهم، خديهم انتي بقى وانا هدفع كل شهر 10,000 جنيه، وخلاص لكل ولد فيهم 5000 جنيه مصاريفه، وماليش دعوة بأي حاجة، ما تحملنيش أي مسؤولية حاجة تانية. الكلمة دي وجعتني أكتر من أي خناقة بصراحة. مش عشان الفلوس قليلة، لأ، علشان الإحساس إنهم مش فارقين معاه خالص. حاسة إن هو شايفهم عبء عليه مش جزء منه. رغم كل اللي بينا خلاني أقول لنفسي: إزاي الراجل ده يقدر ينام وسايب ولاده كده؟ ازاي مش عايزهم يتربوا في حضنه؟ وفي نفس الوقت انا بين نارين، انا مش عارفه اعمل ايه. صوت جوايا بيقول لي خديهم وربيهم مهما كانت الصعوبات، دول ضناكي برضه، وصوت تاني كده جوايا بيقول لي مش هتقدري، وخصوصا زي ما قلت لكم ان انا شغلي مدرسه وشغلي مرهق جدا ومصاريف مدارسهم عاليه جدا، انا مش هقدر اتحمل كل ده. انا مش عارفه اعمل ايه، كل ده على حساب راحتي انا حتى فكرت في حل وسط. قلت له خد الولاد وانا هشوفهم كل يوم جمعة وقت الدراسة، وفي الصيف هيقعدوا معايا طول فترة الاجازة. بس برضو رفض الاقتراح ده وقال لي بنفس نبرة البرود: مش هينفع، خديهم انتي وانا هدفع الفلوس وخلاص، انا ماليش علاقة بيهم تاني وماليش دعوة وما تسألنيش عن اي حاجة. حسيت بقى كاني بحارب في معركة لوحدي، انا اللي هشيل المسؤولية كلها وهواجه كل حاجة، وهو هيكمل حياته بقى كأن مفيش حاجة حصلت، هيروح يتجوز ويعيش حياته بقى عادي خالص. ومن ناحية تانية صحابي كلهم بيضغطوا عليا، بيقولوا لي فكري بعقلك مش بقلبك، الولاد محتاجين راجل في حياتهم. بس انا قلبي مش قادر، اعمل ايه؟ اسيبهم ولا اضحي بكل حاجه عشان اربيهم؟ صراحه انا مش خايفه من التعب، انا خايفه من الوحده. هل لو راحوا يعيشوا مع ابوهم هيكونوا سعداء معاه؟ هيفقدوا فعلا حنان الام اللي كانت دايما في ظهرهم؟ بقعد افكر لو ابوهم خدهم هعيش لوحدي ازاي، هنام من غيرهم ازاي، هبقى حاسه ان انا عايشه من غير قلب بصراحه. انا دلوقتي نفسي الناس اللي عدت بنفس التجربه دي تقول لي هل فعلا صح ان الولاد يعيشوا مع ابوهم علشان هم صبيان، ولا الانسب ان الام تفضل في حياتهم مهما كانت الصعوبات ومهما كانت النتائج؟ هل فعلا هقدر على تربيتهم لوحدي؟ انا مش عارفه. انا محتاجه اسمع من اللي عاش التجربه دي بجد، لان الكلام النظري سهل جدا، بس اللي جرب الوجع ده هو بس اللي فاهم يعني ايه تكون بين نارين، قلبك في كفه وعقلك في كفه تانية. نصيحه مني: ما تسمعيش كلام حد، شوفي انت ضميرك وقلبك بيقولك ايه. زي ما الولاد محتاجين راجل فعلا في حياتهم، محتاجين برضو الام. الراجل هو اللي بيجيب الفلوس، بس الحنان والدفى والحضن اللي بيطمن محدش يقدر يديلهم كل ده غير امهم. ولادك مش محتاجين راجل يصرف عليهم بس، لا، ولادك محتاجين قلب ام يسندهم، يسمعهم، ويعلمهم يعني ايه حب ويعني ايه ضمير. ما تسيبيش ولادك عشان انت خايفه من تحمل المسؤوليه. هترتاحي اسبوع، شهر، سنه، بس خلي بالك هيجي اليوم اللي عينك هتدور عليهم ومش هتلاقيهم ابدا. الولاد لما يتربوا بعيد عن امهم مش بيتعلموا القوه، لا، دول بيتعلموا الجفا، ودايما بيبقوا شايلين جواهم سؤال: هي ليه مشيت وسابتنا؟ فكري كويس يا ست الكل، الطلاق مش نهاية الدنيا، بس لما انت تتخلي عن ولادك هي دي نهاية الدنيا فعلا. ما تسمعيش كلام صحابك، اسمعي كلام قلبك وضميرك، عشان بعد كده ما تندميش ان انت سبتيهم في يوم من الايام وتيجي تدوري عليهم ما تلاقيهمش.